في يوم من الأيام قبل أكثر من 65 مليون سنة، كانت الأرض مختلفة تماما عن شكلها الحالي. عاشت عليها كائنات ضخمة وغريبة تعرف بالديناصورات. بعضها كان ضخما لدرجة أنه يمكنه هدم غابة بأكملها بتمريرة واحدة من ذيله، والبعض الآخر كان صغيرا وخفيف الحركة مثل الطيور التي نراها اليوم. الديناصورات لم تكن مجرد كائنات عملاقة تملأ الأرض. كانت هناك أنواع بأشكال وأحجام مختلفة، مثل التيرانوسور راكس الذي كان يعتبر ملك المفترسين، وتريسيراتوبس الذي كان يتميز بقرونه الثلاثة ودروعه القوية، والبراكيوسور الذي كان له عنق طويل يصل إلى أعلى الأشجار ليأكل أوراقها. لكن هل تعلم أن الديناصورات لم تنقرض بالكامل؟ هذا صحيح. عندما اصطدم كويكب هائل بالأرض قبل ملايين السنين، أدى ذلك إلى تغيرات مناخية كبيرة جعلت أغلب الديناصورات تختفي، ولكن بعض الأنواع الصغيرة تطورت وأصبحت أجداد الطيور التي نراها الآن. بمعنى آخر، العصافير التي تغرد حولك اليوم قد تكون أقارب بعيدة للديناصورات. الديناصورات تركت بصمتها في كل مكان، من الأحافير التي يعكف العلماء على دراستها إلى الأفلام التي تحكي قصصها. وبينما نحن نكتشف المزيد عنها، تبقى الديناصورات رمزاً لقوة الطبيعة وتنوع الحياة على كوكبنا.